صباح الخير يا جماعة. مثل ما انتم شايفين الدنيا مطر، مش عارف اذا انتم سامعين صوتي ولا لا. الخيمة كمان وقعت علينا يا جماعة، شايفين؟ فجأة صحينا لقينا الخيمة واقعة علينا، وكمان مثل ما انتم شايفين انا مبلولة من هان الشباك بنزل مي، وحراماتي كمان مبلولة. والساعة هلأ يا جماعة 3:30 واحنا غرقانين حرفيا يا جماعة. بس يا جماعة خلينا نروح ننام، لانه اصلا مش عارفين ننام من صوت المطر. ها سكتت. ما شاء الله يا جماعة، إلنا من أول ما حل الليل وما سكتت. شتا 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 ما شاء الله، مثل ما انتم سامعين عن جد. والجو تلج حرفيا، تعرف ايش تلج؟ صباح الخير يا جماعة. صحينا على صوت المطر الساعة 3:30 ما شاء الله، اللهم صيبا نافعا. الصوت ما سكتت ما شاء الله من الليل، والليان نايمة. صحيت 4 مرات بالليل وهي بتشتي، وعلى صوت الرعد كذا مرة تصحى وتخاف. الحمد لله على كل حال. ولقينا الخيمة واقعة علينا، ويا جماعة زي ما انتم شايفين لقينا الخيمة واقعة علينا واحنا نايمين. هي كمان فايتة مي علينا. شايفين الأرض مية إنه شمس، شايفين مية واصلة برفع الكهرباء. شايفين المية يا جماعة فايتة علينا من الشباك. هيك غرقنا، مش عارفين نطلع. الساعة 3:30 ومش عارفين نطلع نعمل الخيمة، وقع علينا واحنا نايمين ما شاء الله، لأنها بتشتي قاعدة لسه. والله هي الفرشة والمخدة كمان غرقانين الأولاد. الحمد لله على كل حال. طلع يا جماعة كيف الخشبة واقعة. حاجات صعب يا جماعة، خبر كتير سيء. شايفين الوضع عنا مش طبيعي. هاي هذا كله واقع، الخشبة هاي انكسرت والشادر واقع، وهي كمان احنا واقعين كتير مش قادرين نفوت. الحالة مزرية، مش عارف انا ايش احكي. تعال شوف كل الخيام صاحية هلا. والزرع يا جماعة مبرد. وفي بركة في الزرع. شايفين يا جماعة؟ بكرة الصبح هنصور لكم اكتر، لانه كل الدنيا واقعة. شايفين يا جماعة؟ انكسرت الخشبة، الجو تلج، الناس كلها صاحية بتتفقد خيامها، اللي مثلنا مكسور خشبه، كل الناس. صباح الخير يا جماعة. الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله. مثل ما أنتم شايفين، امبارح صورت لكم كيف غرقنا وفاتت المي علينا، فحبيت أكمل لكم تصوير وأورجيكم شو رح نعمل بعد ما غرقنا ووقعت الخيمة حرفيا علينا. فهلأ ضلكم معانا لتشوفوا شو رح نعمل. امبارح بالليل كان في اكتر من هيك ضرر، بس انه حاولنا امبارح نظبط لانه كانت الخيمة واقعة علينا، فعدلنا الخيمة لما كانت واقعة.
فهلأ بدنا نعدل المنطقة اللي هي مطبخ، ومثل ما انتم شايفين عن جد كتير كتير الاشي مزري. انكسرت خشبة والشادر وقع، وعشان الشمس ضاربة فمش عارف إذا مبين معاكم ولا لا. والخيمة نفسها صارت تفوت مي، مع إنها ما بتفوت بس من قوة الشتاء صارت تفوت مي. في مقاطع امبارح صورنا لكم إياها إنه غرقنا، وأنا بالذات إجت على فرشتي وعلى مخدتي مي، وكمان يعني عن جد كانت الدنيا برد وما قدرتش أتغطى في نفسهم. فهلأ يا جماعة بدنا نظبط الخيمة. هذا الشباك اللي كان يدخل علي مي من هون، مثل ما انتم شايفين اصلا مبلول الشباك، كان يفوت من هون. فرح ناخدكم اليوم طول الفيديو واحنا بنظبط شو اسمه المنطقة. وهذه الجهة بابا بينام هون، فهاي الجهة يا جماعة وقعت على بابا. حتى اورجيكم اياها اكتر. هاي الجهة هيك وقعت على بابا، هو نايم وقام وعدلها، وهون ضلت تجمع مي ونكبها. هون يا ليان، كيف حالكم يا جايز؟ ليان كمان كانت نايمة ومش سائلة اشي. صار فيك مية والشوادر انمزعت. يا رب الله يفرجها علينا لانه عن جد حتى رسماتي. ليان كانت رسمتها برا، طلع كل اللي كانت ترسمهم انبلوا، حتى البوات الله يعزكم كله انبل. هذه الرسمة حلا رسمك اياها وانا روض. انتم شايفين اليوم رح ناخدكم برحلة تظبيط الخيمة بعد ما خربت. بابا قاعد بحاول يفهم شو اهان بصير. طلع في الخشب مكسورة، يعني حتى وقع السور فصار بيننا وبين جيراننا. الفك من بعض صرنا مكشوفين على الخيام، فرح نظبطه. كان اكتر بس بابا ضبط اشياء بالليل عشان يعني ما نضلناش مكشوفين كتير. كل السور وقع، يعني بابا قاعد بفكفك. ناخد هذا الخشب. لا خليها عشان بابا يثبت. هاي كمان الزرع يا جماعة خرب. هاي يا جماعة الزرع انتم شايفين هذا السبانخ خلص وقع. ان شاء الله هيك بس تطلع الشمس انكسر، ان شاء الله بيرجع احسن. زي ما انتم شايفين هون الجرجير كله خرب، الا هاي الجهة ضلت تطلع كتير حلو. شايفين كله خربان الا هاي الجهة الجرجير. بس طلعت في ماسورة مي. ترى انتم شايفين يا جماعة ما توقعت عن جد نغرق هيك. يا جماعة هلا بابا قاعد بده يظبط الخشبة اللي انكسرت. مثل ما انتم شايفين هاي اللي انكسرت من قوة الشتاء. مثل ما انتم شايفين اصلا هي قبل كانت مكسورة فرجعت انكسرت كمان. طلعت الشمس شوي ففي شوية فراش غرق، هاي طلعناه برا. كمان الجاكيت وهيك اشياء كله طلعناه برا علشان يتشمس، لانه الشمس طلعت شوي لسه في منخفض. ان شاء الله بيمرق على خير. هلا يا جماعة بدنا نطلع المسامير اللي موجودة. هلا يا جماعة قاعد بابا بفك المسامير نفسها عشان نرجع نستخدمهم، لانه كمان ما فيش مسامير في البلد ومقطوعين، فرح نرجع نعدلهم ونعملهم هم. حتى اصلا ما فيش خشب في البلد، ولو توفر كتير سعره خيالي. هايهم يا جماعة هدول المسامير رح نرجع نستخدمهم. مثل ما قلت لكم ما فيش في البلد، والمعبر مسكر حرفيا ولا اشي بيفوت علينا، ولا اشي من كل اشي احنا مقطوعين. هلا الله في تخين واحد لعمل معجنات في الجو. عندي الحمد لله. تمام اعملي الكيلو. عملنا اليوم. عملت اليوم؟ يا جماعة مشاكل عائلية بسيطة.
عن جد بتخانق ونعمل سبانخ ولا لا عشان ما عندناش طحين. معناش طحين اصلا بياخد وقت كمان. ها بياخد وقت. لا روح جيبي لنا احنا نشتغل. في الخيمة كمان لسه بدنا شغل. شفتوا يا متابعين شو بتعملي لنا؟ مش مي صحيح، كيف بدنا نغسله مش مي. هي وفي البايلة ندفع. فيش عنا مي يا جماعة، بدنا نروح نشتري مي. شايفين؟ هات اورجيك. هاي يا جماعة ولا ندفع مي بشي. شايفين؟ هذا برمي كله مخلص. ايش علينا جلي كتير وعلينا غسيل وإلزم، فإن شاء الله بدنا نشتري. بس اللي بيبيعوا مي هلا مسكرين عشان شتاء، فمش عارف متى راح نشتري مي إن شاء الله. يعني حكوا الظهر، شوف الظهر إذا هنقدر نشتري مي ولا لا. شايفين الجو، الشمس بتروح بتيجي. واليوم يا جماعة 30/12 يا جماعة. هذا الفيديو راح يكون آخر فيديو تقريبا نكون صورناه ب2024، وإن شاء الله يا رب سنة جديدة علينا تخلص الحرب على خير، لأنه إذا ما خلصت سنة 2025 حرفيا خلص إحنا هيك فقدنا الأمل وخلص مش هتخلص الحرب. بس إن شاء الله من شهر 1 لشهر 2 تخلص ونكون راجعين على الشمال ونبلش سنة جديدة برجعتنا على الشمال ومع حبايبنا يا رب، ويهدى بالنا شوي. فهذا الفيديو أنا متأكدة هيكون آخر فيديو. آخر فيديو راح يكون يتصور في 2024 هذا الفيديو. فاليوم 30 ديسمبر وبعد بكرة راح نبلش السنة الجديدة. كل عام وانتم بألف خير يا رب بمناسبة السنة الجديدة، وادعوا لنا نروح على الشمال يا جماعة. شايفين يا جماعة الناس هلا قاعدة بتحتفل بمناسبة انها هيجيها سنة جديدة، واحنا قاعدين بنظبط الخيمة عشان تجينا سنة جديدة. شايفين الناس قاعدة بتحتفل وبتكيف، واحنا قاعدين بندقدق الخيمة للشتاء. حسبي الله ونعم الوكيل. المفروض بهذا الوقت قاعدين بنجهز حالنا للسنة الجديدة دراسيا وكل اشي معنويا، كل اشي هلا المفروض احنا بنظبط حالنا للسنة الجديدة. بس هاي تاني سنة رح تمر علينا واحنا دعونا يا جماعة انه نروح قريبا. هاي بتكون فرحتنا الكبيرة ان شاء الله. حرفيا يا جماعة مش بس احنا اللي غرقنا، يعني جيراننا كمان غرقوا. قد ما الواحد يمكن في الخيمة ويحط شوادر ويظبطها على الفاضي. امبارح عن جد كل الدنيا غرقت من الساعة 12 بالليل للساعة 5 الفجر وهي لسه بتشتي. حرفيا ما سكتت ما شاء الله. بتقولوا عن جد يعني الشتاء هيك اجا بيوم واحد، الشتاء ضلت تشتي لعين ما غرقوا الفراش. هيا يا جماعة الفراش قاعدين من شمسه في الشمس من هويه. وهون يا جماعة فاتت علي الشتاء، فات علي من هون. يعني شايفين الشتاء بيجي مثل هيك فاهمين، فانه اجى علي من هون، فاتت من هون وغرقت عند راسي. هيو شايفين هيك اثار المية اللي نزلت علي. وبابا كمان لما وقعت الخيمة عليه غرق. هاي شايفين كيف نقط الماء هدول صوت الجيران، الكل بيحكي قصة الشتاء. شايفين الشادر هاي لفت لكم من الجهة الثانية. حرفيا اشي مأساوي، حتى المطبخ غرق والجلي توسخ. يعني لسه علينا ترتيب حرفيا. وهاي الخيمة يا جماعة انتوا شايفينها كده ضبينا كم من فرشة اللي ما غرقت، له 3 فرشات والباقي كله طلعناه برا يتشمس. انتم شايفين هيك الماي فاتت على بابا. هاي يا جماعة حرفيا مش تتخيل المنظر انه هاي هيك وقعت على بابا. كانت مليانة مي هيك، الشادر كان مليان مي وقعت على بابا. يعني الله ستر ما صار اشي لبابا مع قوة المي هيك الحمد لله. يا جماعة هلا قاعدة بتخيم. يا جماعة هلا أنا قاعدة بخيط هذا بكيس مطحين عشان ندفن وما يطير الشادر هيك، بس باخذ لقطات. ويا جماعة هاي الخشبة اللي دقيناها حطينا هون لأنه
حاولنا انه نرقعها، ما انا بتروح وبتيجي، بس هاي هظبطها. هلا بدنا نظبط كل هاي الجهة لأنه كلها وقعت. ما شاء الله يا جماعة، هاي اليوم الثاني والجو ما شاء الله. ما شاء الله يا جماعة، هي اليوم الثاني والجو شتاي. ايش يا ليان؟ ليان كيف الشتاء؟ والله الأجواء صعبة بس أنا مبسوطة. ليان بتقول كل اجواء صعبة بس هي مبسوطة في المطر. يا جماعة ما عنا مي ابدا، وحتى يعني اللي بيعبوا لنا مي على الطاقة الشمسية مش هيقدروا يعبوا لنا، صح؟ لانه فيش شمس. فاحنا حطينا هدول الجرادل. يرجع المي يروح يوريهم. طيب، فاحنا حطينا الجرادل مثل هيك، وشايفين كيف بيعبوا. ما شاء الله المية صافية، شايفين؟ بينزل من الشادر. هذا الشادر. هذه الإرمة فيه نقط خفيفة، ما هدول تقال بقى وراها نقط خضراء. صحيح. فشايفين استغلينا المي اللي بتنزل على الأرض وحطيناها في جرادل مثل ما انتم شايفين، علشان ما عندناش ولا نقطة مي. تعالوا اجيكم. شايفين يا جماعة كيف احنا غرقانين حرفيا. شايفين هاي منطقتنا. نجيكم هاي يا جماعة، ما عندنا ولا نقطة مي، والجو شوي وخلص هيبطل شتاء اعتقد يعني، لانه الشتاء بيحكوا لاخر اليوم وخلص. شايفين اللبصة والطينة هيك. كمان حاطين هون تنزرة، هاي قبل شوي حطيتها، شايفين ملت التنزرة هاي. ما شاء الله يا صفاوة المي صافية، ملت كلها. وهاي كمان هذا الجردل، شايفين ما شاء الله. هاي المرة الثانية نعمل الجردل هذا، ما هدول كلهم المرة الأولى. شايفين كيف تتعبى. ما شاء الله يا جماعة، شايفين البرد؟ ما شاء الله. البرد ما شاء الله. شايفين يا جماعة المي بلشت تفوت علينا على الباب. شايفين يا جماعة كانت تفوت علينا المي، وانا غرقت حرفيا، غرقت كل اواعيان بلت. هلا بدنا نعمل، شايفين بركات وفاتت علينا. نعمل هيك في المكنسان تشيل المية اللي قدام الخيمة. اجت غيمة يا جماعة قوية، نزلت برد وكتير غرقنا. كنت انا برا وغرقت، راح اغير لانه بليت كتير مي. هاي يا جماعة مي عبيناها من المطر. ما كان عندنا ولا نقطة مي، عبيناها من المطر. شايفين ما شاء الله من قوة المطر عبينا مية. وبس حد كان فيديو اليوم، بتمنى تكونوا شفتوا المعاناة ووصلنا لكم فكرة كيف النازحين بيعيشوا في الشتاء. عن جد يا جماعة
يعني كتير قصة الشتاء في الخيم كتير صعب. الله يفرجها علينا يا رب، ويفرجها على كل أهل غزة يا رب. ادعوا لنا يا جماعة، وخصوصا في الشتاء الدعوات تجاب في الشتاء يا جماعة. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة، رابط التواصل والدعم في صندوق الوصف. اللي حابب يساعدنا أو يدعمنا عشان نظبط خيمتنا للشتاء. طبعا انتوا شفتوا ايش صار فينا، والله العظيم احنا مش قادرين نظبطها لأنه الأسعار خيالية. اللي بيقدر يدعمنا ماديا ما يقصر تحت في صندوق الوصف كل الروابط. وبس، سلام.